السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. فيديو جديد النهاردة ان شاء الله يعجبكم وينور رضاكم. يلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله، ومكملين مع بعض سلسلة تنظيفات الشتاء. اتمنى منك لو اول مرة تشوفيني شرفيني واشتركي معايا في القناة من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس واضغطي على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك تشجيعا منكم ليه، ويا ريت تشاهد الفيديو للاخر. وقبل ما تمشي من الفيديو اكتبي لي كومنت حلو جميل اثبتي فيه وجودك في الفيديو. حبايبي ما تحرمش منكم ابدا، وربنا يخليكم ليا ويديمكم اللهم امين دايما نعمه في حياتي. انا عارفه طبعا ان انا اتاخرت عليكم الفتره دي جامد جدا، وعارفه كمان ان انتوا كلكم ستات بيوت شطار وامارات، وكمان في ناس كتير خلصت التنظيفات وعملت فرش الشتاء وخلصت كل اللي وراها. بس في الحقيقه انا الفتره اللي فاتت مريت بظروف صعبه شويه، يعني شويه تعب على شويه ظروف كده ولخبطه معايا، هو ده اللي اخرني عنكم. فحبيت بقى انزل لكم فيديو، ده طبعا اول فيديو بعد غياب حوالي شهر كامل ما نزلش اي فيديوهات على القناه. قلت بقى اول حاجه كده ابدا بالاوضه دي. زي ما قلت لكم انا كنت عملت تنظيفات، ومن ضمن التنظيفات اللي انا عملتها طبعا ان انا بقى كنت شلت تحت السراير كده ونضفت الدنيا، وزي ما انتم شايفين كده مسكت السجاد بتاعي لفيته والحاجات اللي انا مش بستخدمها وحطيتها تحت السرير. دخلت بقى على الاوضه بتاعتي كده، اول حاجه مسكت الشباك بتاعي كده نفضت تنفيضه محترمه. قلت بقى قبل ما اعلق الستاير بتاعتي ابتديت بقى انزل المواسير بتاعتي بتاعت الستاير عشان اعلقها. زي ما انتم شايفين كده انا استعنت بالمساحة، يعني لو انت قصيرة زي حالاتي حبتين تلاتة كده استعيني بقى بالمساحة بمقشة بزعافة، ونزلي بقى الماسورة بتاعتك كده وعلقي الستاير بكل سهولة. زي ما انتم شايفين نزلت الماسورة وابتديت بقى اعلق الستاير. طبعا انا كنت غسلاها اول طبعا ما جيت من الولادة، غسلت بقى الفرش بتاعي كله، ستاير مفارش سجاجيد كل حاجة غسلتها، وقلت بقى انضف التراب بتاع الشقة الاول وبعد كده ابتدي فرش زي ما انتم شايفين. جيت بقى هنا على السرير ابتديت بقى اديله تنفيضه حلوه كده قبل طبعا ما افرش الملايات النظيفه. طبعا في الوقت اللي انا كنت بنضف فيه التراب بقى من الاوضه وكده كنت طبعا طبعا تحت السرير نضفته كويس قوي، وكمان الحاجات اللي انا بستغنى عنها زي السجاد زي مفارش زي حاجات انا مش بستخدمها مسكتها بقى كده لفيتها في مشمعات وحطيتها تحت السرير. طبعا مسكت تحت السرير الاول كنست ومسحت كده وخليت الدنيا زي الفل، وبعدين بقى رصيت السجاد اللي انا مش محتاجاه زي ما قلت لكم. وكمان من الحاجات اللي انا عملتها يا بنات في تنظيفات الشقة طبعا الدولاب، مسكت بقى الدولاب بتاعي كده ظبطته، وكمان طلعت الشتوي ودخلت الصيفي، يعني الحاجات اللي احنا متعودين ان احنا بنعملها كل سنة. وزي ما انتم شايفين كده بقى مسكت السرير بتاعي فرشته بملاية نظيفة، وطلعت المفرش القطيفة القمر ده. المفرش ده يا بنات بتاع جوازي، يعني انا كنت فرشاه في اسبوع الفرح. زي ما انتم شايفين بقى كده، طالما قلنا بقى ان احنا هنخلي الاوضه النهارده اوضه عروسه، فصممت بقى ان انا اطلعه كده عشان تكمل الجمال بتاع الاوضه. زي ما انتم شايفين هو كبير، يعني الحجم بتاعه كبير جدا، يعني يجيب السرير كله، ولكن انا متعوده ان انا ما بحبش افرش لا دفايه ولا مفرش من غير الملايه. بحب دايما تكون الملايه افرشها الاول وبعد كده يبتدي احط دفايه يبتدي احط مفرش. زي ما انتم شايفين كده هو لونه والله الاضاءه والكاميرا ظلمه جدا، هو لونه جميل جدا، هو اللون الزيتوني الغامق. انا من النوعيه اللي بحب الالوان الغوامق يا بنات، مش عارفه ليه يعني انا بحبها. بحس كده ان هي مع الستاير البيضة بتدي ايه منظر جميل كده في الأوضة. زي ما انتم شايفين كده ابتديت بقى اجيب الخداديات كده اركبها الكسوة بتاعتها. زي ما انتم عارفين انا بحط على السرير ده 4 خداديات. اتنين طبعا كانوا بتوع السراير الاطفال، زي ما قلت لكم انا كنت عامله لكل سرير واحده. دي خداديات قطن، ولكن لما عملت الخداديات اللي هي الفايبر فاستغنيت عنها. انا كنت في الحقيقه ناويه ان انا يعني في الصيف دوت ان انا اشيلهم افكهم وانجدهم على المخدات الصغيره بتاعت السرير الصغيره اللي هي المخدات الكبيره، يعني ادخلهم فيهم وكده طالما انا ما كنتش محتاجاهم. بس في الحقيقه بقى جه يعني ظروف الحمل وكده والولاده، وزي ما انتم شايفين خلاص الشتاء دخل علينا فما عادش ينفع. فقلت بقى كده لما يكون يعني الوقت متاح وكده هفكهم وهديهم تشميسه كده، لان لازم تشمسي القطن الاول قبل ما تنجديه. وهفك كمان الخداديات الكبار، ويعني هشوف بقى منجد وكده هياخدهم يعملهم عنده. زي ما انتم شايفين كده ركبت بقى الخداديه الكبيره، ركبت لها الكسوه بتاعتها، وكمان دول الخداديات بتاعت سراير الاطفال.
ببتدي بقى افرشهم كده، وكمان الخداديات اللي هي بتاعت السرير الاساسيه، لان طبعا زي ما قلت لكم دول كانوا 2 وبتوع السرير الكبير دوت كانوا 2. هنا بقى كان المفرش بتاعي دوت هو له خداديتين بس، يعني ملوش مخدة كبير، هو مفرش والخداديتين دول بس. زي ما انتم شايفين بقى الخداديات كبيرة خالص، فيعني بركبها كده وبتنيها لان هي كبيرة، على كده ما اوديها بقى الخياطة كده. يا اما تقصلي منها حبة يا اما تتنيها لي، لان بصراحة مستخسراه. القمشة بتاعته حلوة جدا، القطيفة بتاعته من النوع الحلو، هي قطيفة مضغوطة اللي هي المفحورة. وبصراحة زي ما قلت لكم الكاميرا ظلماه وظلمة اللون بتاعه، وكمان اللي مدي المنظر الجمالي اكتر واكتر ان الستاير بتاعتي فيها نفس اللون بتاع المفرش بتاعي، يعني الخط الغامق اللي في الستاير ده هو اللون الزيتوني. جيت هنا بقى جبت الخداديتين الزينة دول اللي احنا بنحطهم، وحطيتهم بقى كده عشان يدوا بقى ايه منظر جمالي حلو للسرير. زي ما انتم شايفين بقى ابتديت بقى اجيب المفارش بتاعه الكومودينوهات. طبعا زي ما قلت لكم انا مسكت بقى الموبيليا دي لمعتها حته حته، طبعا الدولاب والسرير والاتنين كومودينو والسراحه، كل الموبيليا نضفتها تنظيفه عميقه الاول، وبعد كده لمعتها بقى بفوطه. وزي ما قلت لكم حبه من المسحوق الاوتوماتيك بيخلوا الموبيليا يعني زي ما انتم شايفين كده اللمعان بتاعها بيبرق حاجه كده فاخر من الاخر. زي ما انتم شايفين بقى ابتديت افرش المفارش، فرشت المفارش بتاعه الكومودينوهات. انا بحب احط المفرش تحت الازاز يا بنات، بحيث ان انا لما اجي انضف بمسك بقى الازاز بتاعي كده المعه، بيفضل المفرش تحت الازاز نظيف زي الفل، ولا بيوصله تراب ولا اي حاجه. وبيبقى بقى ايه حتى لو عندك اطفال بتمسك بقى الازاز من فوق كده لحوسه اي حاجه، بتجيبي قماشه كده مبلوله ميه وبتلمعيه ومبياخدش معاكي اي وقت. زي ما انتم شايفين كمان شلت الازاز بتاع السراحه وابتديت احط المفارش بتاعتي. وكمان زي ما انتم شايفين بقى طبعا كنا منضفين بقى. فقلت بقى يعني لما بنضف كده ببتدي اشيل كل حاجه من على السراحه وبحطها في الادراج لحد بقى كده ما بخلص وافنش بقى كده والدنيا تبقى معايا زي الفل. ببتدي اطلع كل حاجه بقى زي ما انتم شايفين كده، ابتديت اطلع بقى البرفانات وابتديت اطلع كل حاجه. وغير زي ما انتم عارفين ان لينا بنتي مش بتسيب لي اي حاجه على مكانها، فيعني والله انا كنت مرتاحه هما في الادراج، لان دلوقتي كل شويه بقفل الاوضه عشان لينا ما تدخلش، لان بتمسك كل حاجه وبتبهدل الدنيا. بعد ما خلصنا بقى السراحه بتاعتنا والدنيا ظبطت معانا وبقت زي الفل، جيت هنا بقى على الفريزر اديته بقى تلميعه كده. زي ما انتوا عارفين يا حبايبي ان انا حاطه الفريزر بتاعي في الاوضه، لان طبعا ما عنديش مكان في المطبخ. ابتديت بقى المعه كده تلميعه حلوه، وكمان هفرش عليه المفرش القمر ده، وهنحط عليه بقى كده فازه حلوه تخلي المنظر حلو قدامك. زي ما انتوا شايفين اهوت حطيت بقى الفازه بتاعتي. طبعا مش هطلع من الاوضه غير لما اخلي كل حاجه زي الفل، زي ما وعدتكم ان احنا النهارده هنخليها اوضه عروسه. جيت بقى هنا على المروحه بتاعتي، طبعا جبت معايا فوطه وبليتها يعني كده حبه من الميه وحطيت عليها حاجه بسيطه من المسحوق، وابتديت المع الريش بتاعه المروحه بتاعتي، والمروحه معايا بقت زي الفل. جيت هنا بقى على الارضيات، ابتديت بقى اجيب الجردل بتاعي، حطيت حبه من المسحوق زي ما قلت لكم دايما المسحوق اي مسحوق متواجد عندك. لو ما عندكيش حتى مسحوق ممكن تحطي حبه من الصابون السائل وحبه بقى من المعطر بتاع الارضيات. ومسكت بقى الاوضه كده حته حته، ابتديت بقى المع البلاط واعقمه. زي ما انتم شايفين خلاص الدنيا بقت جميله معانا ظبطت، وخلاص فنشنا وخلينا الاوضه بتاعتنا حاجه كده فله. اي حد بقى يخش عندك يلاقي بقى بيتك نظيف. يلا بقى قومي تشطري وتشجعي، ولو وراكي اي حاجه اعمليها. ويا رب اكون فدتكم النهارده بالفيديو. زي ما انتم شايفين الاوضه بتاعتي بقت زي الفل، شايفين الموبيليا بتاعتي زي ما قلت لكم باقل شيء انا بلمعها وبخلي الدنيا معايا تظبط وتبقى زي الفل من غير ما اكلف نفسي اي تكاليف. زي ما انتم شايفين بقى، ووعدتكم في بداية الفيديو ان احنا مش هنطلع من الأوضة غير لما تبقى حاجة كده فلة، زي ما وعدتكم انها تكون النهاردة أوضة عروسة. زي ما انتم شايفين مفرش القطيفة بتاعنا زي الفل، وادي الستاير كمان علقناها، وكمان حطينا المفرش على الفريزر، وبقت الأوضة حاجة كده ايه فلة. دخلنا بقى هنا على المطبخ بتاعنا، قلنا نجهز الغدا. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل صينيه بطاطس بالفراخ. زي ما انتم شايفين كده انا كنت مجهزه كل حاجه، كنت عامله طماطم عصراها في الخلاط، وكمان معايا الكوسه وبطاطس. انا من عشاق صينيه البطاطس بالاضافه عليها الكوسه، بحب الكوسه جدا مع صينيه البطاطس. جربيها ان شاء الله مش هتندمي، بتدي لها طعم حلو جدا وتذكيره جميله.
جيت هنا بقى على البصله، ابتديت بقى اخرطها كده حلقات، وابتديت كمان اخرط الفلفل بتاعي. انا بحط يا دوبك قرنين من الفلفل، حبيتي تحطي حاجه من الشطه براحتك، بس زي ما انت عارفين انا معايا بنتي صغيره فمش هتعرف تاكل الحاجه الحراق. ابتديت بقى احط التوابل بتاعتي زي ما بقول لك دايما ابداعي في التوابل بتاعتك الموجود عندك. حطيت ملح، حطيت فلفل، حطيت كمون، حطيت كمان معايا كزبرة ناشفة، وحطيت معلقة من السكر. زي ما بنقول دايما معلقة السكر بتظبط درجة حموضة الطماطم معايا. وحطيت كمان مكعب من الماجي، وزي ما بقول لكم ان مكعب الماجي ده اختياري، يعني في ناس بتحب طعمه في الاكل وفي ناس ما بتحبوش، يعني ممكن تقدري تستغني عنه. جيت هنا بقى نزلت بالبطاطس بتاعتي والكوسة على البصل وعلى التوابل، اديته بقى تقليبة كده، وابتديت انزل بنص الطماطم. طبعا انا فارمة حوالي نص كيلو من الطماطم، وابتديت احط الفراخ بتاعتي ونزلت بباقي الطماطم واديتها بقى تقليبة كده، وهنبتدي بقى نحطها على النار يا دوبك تاخد غلوة معايا على النار، وهبتدي اكمل سواها معايا في الفرن. هعمل ايه هنا؟ هعمل رز بشعرية. حمرت بقى كمية من الشعرية كده ونزلت عليها بالرز، هديلها بقى تقليبه حلوه كده. وبعد كده هنزل بالقعد بتاعي، هظبط القعد بتاعي وهحط كمان الملح، وهسيب بقى الرز بتاعي يتشرب القعد. وبعد ما يتشرب القعد ههدي النار عليه عشان يستوي على نار هادي. كمان هوريكم صينيه البطاطس كده بعد ما غليت معايا اهي. هبتدي بقى ادخلها الفرن وهكمل سواها في الفرن. وهنا بقى خلاص كان الغدا بتاعنا خلص. ادي صينيه البطاطس بالفراخ بعد ما طلعت من الفرن، مش عايزه اقول لكم بقى على الريحه بتاعتها، كانت جايبه اخر الشارع. والبطاطس كده كانت بتدوب في البق ذوبان، والكوسه كانت مديالها طعم تحفه تحفه. عملنا كمان طبق سلطه خضراء، وادي الرز بتاعنا بعد ما استوى. وده بقى طبق الخضار اللي بننصح بيه اي ام بترضع ان يكون دايما موجود على سفرتها، لانه بيزود اللبن. وزي ما انتم شايفين كده النهارده ده كان روتيننا وكان غدانا. يا رب فيديوهاتي تعجبكم، يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. ولو عجبك الفيديو يا ريت تشيريه مع اصحابك واخواتك وحبايبك عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. بحبكم في الله، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.